في حلقتنا الجديدة من لف وشوف مع منفيس هناخدك معانا لبلد الطبيعة الخلابة والإمبراطوريات العثمانية، وهنستمتع مع بعض بأجمل الجولات السياحية وكمان الترفيهية في عاصمة تركيا اسطنبول. لف العالم مع منفيس. لف العالم مع منفيس كل خميس. في رحلتنا الجميلة لإسطنبول هتستمتعوا معانا بأجمل برنامج للجولات السياحية، وكمان هناخدكم معانا في جولة حماسية لأجمل واجهة بحرية في تركيا. وهنبدأ مع بعض رحلتنا بالانطلاق في رحلة جوية نوصل بيها لإسطنبول للإقامة 7 ليالي من أجمل ليالي العمر. وبعد الوصول للفندق اللي هنستمتع فيه بالإقامة خلال مدة الرحلة بالكامل هنبدأ في إجراءات التسكين بأقصى سرعة عشان نلحق نرتاح شوية ونستمتع بجولة حرة مسائية نستكشف فيها أجواء المدينة المبهرة. وفي صباح اليوم التاني من رحلتنا هنبدأ يومنا بوجبة فطار لذيذة ونستعد بعدها لأول جولة، واللي هتكون مخصصة لرحلة مضيق البوسفور البحرية. وخلال جولتنا في مضيق البوسفور هنستمتع بمشاهدة الجسور المعلقة وروعة فنون العمارة المستخدمة في بناء القصور العثمانية، وكمان هنتعرف على تاريخ أهم المعالم العسكرية في قلعة روميلي حصار. بعد الانتهاء من رحلتنا البحرية في البوسفور هنستمتع بجولة حرة للتسوق وسط أجواء اسطنبول الممتعة. وطبعا كلنا عارفين ان مدينة بورصة هي واحدة من اجمل مدن تركيا، ومن جمال طبيعتها واجواءها الساحرة اطلقوا عليها اسم بورصة الخضراء، وعشان كده هنخصص اليوم الثالث من رحلتنا لزيارتها في جولة اختيارية جديدة عشان نستمتع بطبيعتها الخلابة واجواءها المبهجة، وكمان نشوف الجسر الشهير اللي بيربط ما بين قارة اسيا وقارة اوروبا. ده غير جولتنا بالعبارة في بحر مرمرة واللي هنوصل بيها لمدينة يالوفا عشان ندوق مع بعض حلوى الحلقوم اللذيذة والبقلاوة التركية. وهنختم جولتنا في مدينة بورصة بوجبة غدا شهية من أصناف المشويات اللذيذة في جبل أولوداغ، وإحنا بنستمتع بأجواء الجبل الطبيعية الساحرة. أما عن اليوم الرابع من الرحلة فهو يوم مخصص لزيارة أهم معالم مدينة اسطنبول التاريخية. وبعد الاستعداد لجولتنا الجديدة هنتجمع مع مشرف الرحلة وننطلق في طريقنا لزيارة مسجد السلطان أحمد المعروف بالجامع الأزرق، وده أكبر وأهم المساجد في اسطنبول واللي تم بناؤه على طراز العمارة العثمانية. وطبعا مش هننسى نزور مسجد آيا صوفيا، وهناخد أجمل الصور التذكارية مع المسلة المصرية في ساحة الهيبودروم. ولو فاكرين ان يومنا انتهى على كده فاحنا لسه هنكمل يومنا بتجربة الشوبينج الممتعة في مول فينيسيا المعروف بانه من اكبر واجمل مراكز التسوق في اسطنبول، وده لانه بيتميز بمجموعة متنوعة من المنتجات العالمية وكمان المحلية، وكل اللي هنحتاجه هنلاقيه جوه المول باسعار تنافسية ومناسبة جدا للميزانية. وفي جولتنا الاختيارية لليوم الخامس من رحلتنا هننطلق في طريقنا لأجمل القرى الطبيعية في اسطنبول، قرية شيلا وأغوا، عشان نستمتع بطبيعتهم الجبلية الخلابة ونستمتع برحلة القوارب الحماسية في البحيرة المخفية. وفي نهاية اليوم هنرجع تاني لفندق المبيت في اسطنبول. وفي صباح اليوم السادس هنستعد لجولتنا الاختيارية بالباخرة لجزر الأميرات عشان نستمتع بالأجواء الريفية الهادية والبيوت التقليدية البسيطة، ونتعرف على سلسلة الجزر المختلفة بما فيهم جزيرة بيوكادا، وهي من أكبر الجزر الموجودة في منطقة جزر الأميرات. وفي آخر اليوم بنحضر لكم برنامج إضافي من الجولات الاختيارية لليوم السادس عشان نستمتع بسهرة استكشافية لأجواء اسطنبول الليلية، واللي هننطلق فيها لمنطقة أورتاكوي، وبعد كده هنقضي سهرة مذهلة نكتشف فيها جمال اسطنبول في المساء بمنطقة باي نايت، وبعدها هنتحرك على المنطقة السياحية الخلابة أورتاكوي وميناء أمينونو، وهنتناول العشاء في واحد من أرقى المطاعم المطلة على الجولدن هورن. أما عن برنامج جولتنا الاختيارية لليوم السابع والقبل الأخير فانتوا هتستمتعوا معانا بيوم كامل وسط الطبيعة الخلابة لسابانجا
ومعشوقية. وهنبدأ جولتنا بالوصول لسابانجا عشان نعيش أجمل اللحظات ونستنشق نسمات الهواء النقية، وكمان نستمتع بوجبتنا الشهية وسط الأشجار والأجواء الطبيعية الخلابة. ونكمل يومنا بجولة تمشية سريعة على ساحل أكبر بحيرة طبيعية في اسطنبول. وبعد الانتهاء من جولتنا هنرجع تاني على فندق المبيت واحنا بنودع آخر ليلة من ليالي اسطنبول. وهنبدأ اليوم الثامن والأخير من رحلتنا بوجبة الفطار اللذيذ داخل الفندق. وبعد ما نحضر شنطتنا ونتأكد من تجهيز كل حاجتنا هننتهي من إجراءات تسليم الغرف، وهنتحرك في طريقنا للمطار للانطلاق في رحلتنا الجوية والعودة بسلام. وبكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا. اعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، وتستنونا في حلقة جديدة كل خميس من لف العالم مع منفيس.